كابتن بوندو والله كنت وحشني وكنت قلقان عليك. انا قلت جرى لك حاجه بقالك يومين ثلاثه بتطلعش على قناه الزمالك، يعني خير يا رب في ايه؟ وتطمن يعني يمكن حصل لك زي ما حصل الكابتن طارق يحيى ولا حاجه، سياده المستشار زعل منك ولا زعلك ولا لك كلمتين كده مالهمش لازمه، ولا يكونش طردك مثلا زي ما حصل قبل كده. كنت عايز اطمن يعني، فلقيتك على الفيس ففرحت بصراحه، فرحت لما شفتك. وفرحت اكتر لان هم كانوا بيدوروا عليك على قناه الزمالك، يعني كانوا بينادوا ويقولوا احنا عايزين اولاد الزمالك وعايزين اولاد الزمالك وعايزين اساطير الزمالك يقفوا جنب النادي في الوقت اللي احنا فيه ده. فلقيت قلت ادور اساطير الزمالك، مين اساطير الزمالك، مين ولاد الزمالك؟ فما لقيتش اكتر منك يا راجل، ده انت الكابتن التاريخي لنادي الزمالك. اي نعم هم ثلاث اربع بطولات اللي شلتهم، واربع ثلاث اربع بطولات برضو اللي النادي جابهم، بس انت يعني الكابتن التاريخي لنادي الزمالك. شوف يا اخي سبحان الله، نادي من ألف إيه، من 1911 لحد النهاردة، يعني عدى عليهم بقى مين؟ طارق يحيى. طب شوف طارق يحيى أنا عديته مع مين؟ عدى طارق يحيى يا عم الشيخ، عدى طارق يحيى، حسن شحاتة، طه بصري، عدى ناس كتير، حمادة إمام، عصام بقى يعني، عدى ناس كتير جدا، مرتضى منصور، يعني فاهم؟ دونا عن كل الناس دي انت الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، متخيل؟ فاستغربت يعني، بس فرحت والله ان انت رجعت وقفت جنب نادي الزمالك. يعني انت هتقف بقى جنب نادي الزمالك بقى وتدافع عنه بقى وتدافع عن سيادة المستشار، ما سيادة المستشار هو نادي الزمالك، هو رئيس نادي الزمالك حتى لو اتعزل، بس هو برضه لازم تدافع عنه، احنا فاهمين ده. وطبعا بما انك زملكاوي وزي اي زملكاوي، انا مش بلوم عليك ولا بعتب، بالعكس والله احنا اتعودنا منكم على كده وبقى ده العادي يعني. فلازم طبعا تعمل مقارنه، ما هو يا اما هتتكلم عن الاهلي بس وفساد الاهلي طبعا، يا اما هتتكلم عن الزمالك بس لازم تقارنه بالاهلي وتطلع المقارنه لصالح الزمالك. يعني ازاي فن ان انت تطلع اي مشكله عندك في الزمالك يطلع الاهلي هو الخسران حتى لو هو كسبان، بس لازم يطلع خسران. ممكن الاهلي يبقى كسبك مثلا 4 زي الماتش اللي فات ده، بس يطلع في الاخر الاهلي ندمان انه عمل حاجه زي كده، ندمان انه دفع للتحكيم، ندمان ان اتحاد الكره واقف، فاهم فكره؟ المقارنه الاخيره كانت ايه يا كابتن خالد بقى؟ المقارنه الاخيره القندوزي. الاهلي مش عارف يشتري مهاجم، او اشترى مهاجم بس مش عارف يسجله عشان خاطر لازم يوصل لحل الاول مع القندوزي، لانه اشترى القندوزي عندنا في نادي الزمالك بمليون دولار، يعني 40 مليون جنيه من 6 شهور. رقم مش هدقق في ارقام لان طبعا من 6 شهور ما كانش بالرقم ده، بس تمام. طب تحليلك يا كابتن خالد، او لو هتنصحنا في موقف زي ده تنصح مين؟ تنصح الاهلي ولا القندوزي؟ يعني انت تنصح مين؟ طيب قال لك لا انا هنصح يا كابتن خالد. قال لك يا قندوزي خلي بالك، لو ضحكوا عليك او دخل امير توفيق او عادل القيع او اي حد في التسويق يشتغلك ويقول لك هنوديك اعاره يا برنس ونجيبك بعد كام شهر نكون فضينا مكان في القايمه، ممكن مثلا علي معلول يمشي بتاع، اشتغلوك ليه يا كابتن خالد؟ لانه هم ما مشوش حد قبل كده ورجعوه اجنبي، وعدلك عد يا كابتن. قالك ازار، بادجي، بواليا، خلاص كده كفايه عد يا عم، احنا مصدقين او قندوزي مصدقك. وقال له اتنا قندوزي عصفور في اليد يا برنس خير من 1000 على الشجرة. يعني يا كابتن خالد هو قندوزي دلوقتي بقى بيسمعه وكده، هو الوكيل بتاعه. قال لي يعني انت ضامن دلوقتي لو الاهلي مشاك وهو مضطر عشان يسجل المهاجم اللي هيجيبه، كده كده انت هتاخد فلوسك، باقي لك كام يا عم؟ مليون دولار ولا بتاع، هتاخدهم وروح كمان اتعاقد مع اي نادي ومبروك وحلال عليك. اه صح، يعني تخيل انت دلوقتي انا قندوزي ومعايا وكيل اعمال وبنسمع كابتن خالد، ازاي الكلام ده ما جاش في بالنا؟ انت متخيل كابتن خالد العقلية الجبارة ده؟ راجل يعني بيخش يعمل كومنتات رهيبة، ما هوش فاهم يعني ايه معدل زي ما علينا يعني. خلينا في موضوع، طلع على بعد كده قال لك ده مش كومنتي، يعني قال لك الناس عارفة صفحتي. المشكلة ان الناس عارفة صفحتك، المشكلة ان الناس ضغطت على اسمك فدخلتنا على الصفحة اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي. لا اذا كانت متهكرة ده موضوع تاني ممكن تحله مع ميدو بقى، يعني ما اعرفش الموضوع ده، ميدو بقى يعني ده حقوق ملكية بقى، سالفة كابتن ميدو متهكرة دي متهكرة. المهم تحليل بقى كابتن خالد، سيبك من النصايح، تحليل كابتن خالد للموضوع. هو حط نفسه مكان القندوزي، هو حرفيا قال لك اللي جوه دماغ اللاعب، ودي بقى يعني قمة يعني ده التحليل زي ما بيقولوا. قال لك ايه بقى؟ قال لك القندوزي قاعد دلوقتي اللي مضايقه ومزعله انه اتغدر بيه ازاي يا كابتن خالد؟ هو قاعد دلوقتي الاهلي غدر بيا وجابني وهو مش محتاجني وما شاركتش وما خدتش فرصتي وكمان هيمشيني،
مش كان زمان يا رب رحت نادي الزمالك؟ الاهلي ليه ضايع عليا 6 شهور من عمري ما رحتش فيهم الزمالك؟ هو كابتن خالد مش عارف، بس انا يعني انت عارف انا بحبك طبعا ومقتنع بكلامك، بس انا لما فكرت فيها انا لقيت ان هو لو فكر من الزاويه دي هو لازم يوافق مع الاهلي على اي حل دلوقتي، يعني يشكر بيه الاهلي. لان انت الاهلي انقذه من فريق ما فيش معاه فلوس، من فريق مش عارف يتعاقد مع لعيبه، فريق ما بيسددش للعيبه اللي عنده الفلوس مستحقاتهم، فريق عليه فلوس لطوب الارض، فريق مفلس من الاخر. فيعني ده انا شايف ان هو المفروض يشكر الاهلي على حاجه زي دي، ويحاول في اقرب وقت كرد الجميل يعني يوصل مع الاهلي لاتفاق يرضي الاهلي مش يرضي القندوزي يعني. وبعدين انا عايز افهمك حاجه يا كابتن خالد، وان كان يصعب عليك فهمها، فريق زي الاهلي او الزمالك بتملكهم الدوله، فريق زي دول فريقين بطوله. معنى ايه فريقين بطوله؟ يعني انت بتدور في الاساس ان انت تجيب بطوله، في البطوله دي انت بتصرف عليها وفي المقابل تكسب مكاسب ماديه، لكن في الاساس انت فريق بطوله. طب لو انا زي الاهلي كده عملت المعادله الصعبه، يعني كسبت بطولات، يعني كسبت انا افريقيا وغيره، وفي نفس الوقت كسبت فلوس، ده انت يتبنى لك يعني برج يتعمل لك فيه تمثال. انا مش فاهم اقول لك ايه. طيب انت مش شهاده تقدير، عشان بحب شهاده التقدير كنت باخدها كتير وانا صغير يعني. ما علينا. فالمهم يعني انت كزمالك لا جبت بطولات ولا جبت فلوس، بل بالعكس انت طلعت مديون، واللي هيجي بعدك هيلبس يعني فاهم انت الفكره. كون ان انت تقول لي لعيب في صفقه مثلا خسرت وتعديها لي، تقول لي سافيو لا مش عارف مين، يا كابتن خالد انا عندي ممكن اكسب فلوس وانا بخسر لعيبه. يعني ايه؟ يعني أنا ممكن ابيع لعيب النهارده اخسر فيه، ولعيب تاني اخسر فيه، بس ممكن لعيب واحد اجي ابيعه يكسبني اللي خسرته في الاتنين دول وزياده. بتحسب ان في الاجمالي الاهلي خسر فلوس قد ايه بس كسب قد ايه، المكسب غطى على الخساره، وبل بالعكس في فرق. ده بعكس نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي كان رئيسه بيقول لك انا معايا مليار صرفتهم على لعيبه الكوره، قال كده مع شوبير. ابن رئيس الزمالك نفسه السنه اللي فاتت لما كان قاعد مع ابراهيم فايق وقال لك انا عندي ميزانيه اكبر ميزانيه في افريقيا وفي العرب، هو قال كده باين يعني قال كده اكتر من النادي الاهلي، اكتر يعني اكبر 400 مليون جنيه. فانت حاسب الناس ديت فين 400 مليون دلوقتي؟ وهل جابوا بطولات ولا ما جابوش؟ يعني حتى مش كفايه ان خسرتهم، هل جابوا بطولات؟ لا ما جابوش. فده السؤال يا كابتن خالد. عارف والله زي ما قلت لك ان صعب عقليتك تفهم حاجه زي كده. خلاص احنا عرفنا عقليتك احنا عارفين والله من بدري، بس يعني كنت وحشنا يا كابتن خالد.